النائب السابق لوزارة الشباب والرياضة بالعيون. أولا رمضان مبارك سعيد لكل المشاهدين والمتابعين ديال هذه الجريدة، وهي مناسبة كذلك أريد أن أشكر من خلال ديالكم كل الإخوان والأخوات اللي قاموا بتكريمي وخلال انتهاء مهامي بمدينة العيون، شاكرا لهم عفانهم ووفاءهم خلال هذه المدة التي قضيتها بين ظهرانيهم بمدينة العيون. هذه المدة اللي أعتقد على أنه اكتسب فيها واحد المجموعة ديال العلاقات مع الإخوان والأخوات الرياضيين والفاعلين والإعلاميين، واللي هي مناسبة نستحضر فيها أهم الإنجازات اللي تم إنجازها، سواء من خلال البنية التحتية المتميزة لصحة مدينة العيون نفتخر بها. واعتقد على انه الفاعلين والمنتخبين وكل الرياضيين خصهم يكونوا فخورين على ما تم تحقيقه وتم انجازه في هذه المدينه العزيزه على قلوبنا، من منشات رياضيه اللي تضاهي اكبر المدن المغربيه. هذه المنجزات الرياضيه، المنشات الرياضيه اللي احتضنت طيله هذه السنوات الاخيره مجموعه من التظاهرات الكبرى المتمثله في كاس العرش ديال كره اليد، كاس العرش ديال كره الطائره، البطوله الافريقيه في كره اليد، تظاهرات ديال العاب القوى بشكل كبير من خلال الماراثون ديال مدينه ديال العيون. تنشات فيها عصب جديده، ظهرت رياضات جديده، كره السله، كره الطائره، الدراجات، علايين تظاهرات كبرى ان شاء الله. واعتقد على انه مدينة العيون هي حملة كما قلت بالطاقات الواعدة، بالطاقات سواء الرياضية أو المكلفة بالتدبير، ولي اليقين على أنه هذه الطاقات هذه ما يمكن لها إلا تعطيف هذا المناخ اللي الآن ولا أصبح في مدينة ديال العيون مناخ رياضي جميل جدا بمنشآت حديثة ومتطورة. وأعتقد على أنه خلال الايام والشهور المقبله غادي تتبان منجزات اخرى، شاكرا لكل من كان السبب وراء هذه الانجازات هذه، شاكرا له على انه مدينه العيون، شباب العيون غادي يبقاو يتذكرهم لانهم قاموا باشياء مهمه لفائده الشباب وفائده الرياضيين وفائده كل الفاعلين في المجال ديال الشباب والرياضه.